مشاهدينا الكرام في برنامج نبض الخليج، ومكملين ايضا الحديث مع الكابتن ثائر عدنان. كنا نتكلم فنيا ايضا عن بعض العناصر اللي ممكن تساعد. الحين لو نوصل للمدربين برانكو وكاساس مدرب العراق، تعاملهم مع المباراه، اسلوب اللعب اللي ممكن يلعبوا فيه من خلال المباراه. اخي سيد، المدرب العراقي يعني يمكن في ناس ما تعرف انه هو من شهرين فقط. صحيح. يعني مسك المنتخب العراقي من شهرين. اعتقد يعني يحتاج وقت. يعني هو الى الان حتى في المباريات دائما يغير بالتشكيل، تجريب، ما عنده فكره وافيه على كل اللاعبين. وانا حتى يعني في برامج عراقيه تكلمت، قلت هذا الرجل يحتاج سنه يلا يتعرف على كل اللاعبين. اما اذا اتكلم على برانكو وعلى مدرب منتخب عمان، انا واحد من المعجبين في المدرب برانكو. يعني نتكلم على مدرب صح صار له فتره ليست قصيره مع المنتخب العماني، صحيح. لكنه تشوف اكو بصمه مدرب على المنتخب. الفريق اصبح سريع، يعني حتى خياراته للاعبين. يعني الان كره القدم ما في بطء بكره القدم، فدائما خياراته يختار اللاعب السريع بالجري بالكره، السريع جري بملء الفراغ بالحالتين، صحيح. سريع باتخاذ القرارات. ولذلك انا اشوف الكابتن برانكو عمل شغل ممتاز بالفتره الماضيه. اذا نتكلم بالامور الفنيه، يعني يمكن المنتخب العماني طريقه لعبه واسلوب لعبه يلعب يعتمد على 4 مدافعين ويلعب